هتبدأ تعمل المحارة في الشقة بتاعتك، طب خد بالك من شوية التفاصيل دي. قفل كل علب الكهرباء بورق شكاير اسمنت او وش بلاستيك عشان المونة ما تدخلش في خراطيم الكهرباء وتسدها. خلي الصنايعي يرش الطوب ويشبعه بالمية عشان التراب ما يفصلش المونة وتمسك كويس في الحيطة. مرحلة الطرطشة بتكون خشنة ومحتوى الاسمنت فيها عالي، ولازم تكون بسمك نص سنتي ومغطية كل المباني والخرسانات. ركب شبك فايبر ما بين الخرسانات والطوب وفي اماكن التكسير بتاعه الكهرباء عشان فرق التمدد ما بين العناصر دي ما يسببش شروخ بعد التشطيب. اعمل البقع كل 2 متر بمقاسات 5 في 15 سم. ما تخليش الصنايعي يستخدم اي جبس في الشقه عشان الحيطان ما تطبقش، ولو احتاج هيكون على قد البقع بس. سوق كل علب الكهرباء وراجع على تأميم الابواب بالمقاسات الستاندر، وراجع على تربيع الغرف، واستلم الشغل بالقده بعد مرحله الملو. ما تخليش الصنايعي يلم سقط المونه ويستعمله تاني في المحاره، بس ممكن يستعمله في التلبيش. مهم جدا بعد ما تخلص مرحلة المحارة انك تسقي الحوائط بالمية يومين 3 على الاقل عشان تزود من جودة الاسمنت وصلابة الحوائط. واعمل سيف للفيديو عشان ما تنساش حاجة.